السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اساطير؟ عاملين ايه؟ شو الاخبار اليوم؟ تعالوا بقى كده نبدأ كده الفيديو كده بالصلاة على النبي افضل الصلاة والسلام سيدنا محمد، ويلا بينا نبدأ حكايتنا. طبعا هنبدأ كده برواية الانتقام، عدالة قاسية ولو بعد حين. طبعا هنبدأ من الفصل 631. إثارة غضب ذلك الأحمق. قالت نايا بن دهاش: أنا أراد نايا دائما الذهاب إلى مهرجان الربيع الحار في جبل الغامدي. الآن بفضل دعوة فارس كانت سعيدة للغاية، لكن نايا كانت لديها مخاوفها الخاصة. بعد أن كانت متحمسة لذلك هزت رأسها وقالت بعمق: فارس، أعتقد أن هذه الفكرة سيئة. إذا اكتشفت كاميليا الأمر فقد، على الرغم من أنها أرادت الذهاب بشدة إلا أنها كانت قلقة بشأن فارس. إذا نشأ أي صراع بين فارس وكاميليا بسببها فسوف تشعر الذنب. ابتسم فارس وقال: سيكون الأمر على ما يرام، لنذهب معا. شجعها سامي: نعم يا آنسة سلامة، بما إن الأخ فارس قال إنه بإمكانك القدوم فلنذهب. لا تقلقي، الآنسة كارم كريمة للغاية، شيء صغير مثل هذا لن يسبب سوء فهم. دون انتظار موافقة نايا دفعها سامي إلى السيارة. كان سامي صياد أكثر من سعيد بصحبة امرأة جميلة. ذهب فارس وسامي صياد ونايا في طريقهم إلى المهرجان. على الجانب الآخر من شركة العز العقارية، قامت كارمن بإغلاق مكالمة فارس بشراسة وحظر رقمه على هاتف كاميليا. يا كارمن يا بنت اللذينة. ثم عادت هاتفها إلى كاميليا بكل سرور. اقترحت كارمن بغضب: هل يتصل بك الآن فقط؟ لقد فات الأوان، استمعي إلي كاميليا، فقد تجاهليه لهذا اليوم، وإلا فإنه لن يعاملك على محمل الجد وستستمر في تجاهل كلماتك. تابعت كارمن بشراسة: فارس لا يعرف الخوف فقط لأنه لديه السيد صياد إلى جانبه. إنه لا يتوقف عن الاعتقاد بأن سامي صياد لن يكون موجودا لحمايته طوال حياته، وأيضا كيف سيرد خدماته في المستقبل. قد لا يكون قادرا حتى على سداد ديونه لسامي صياد حتى بعد إلقاء زوجته إليه. هذه هي المرة الأولى التي تقابل فيها شخصا غافلا مثل فارس. قالت كاميليا بقلق: لكن كارمن، قد يكون فارس يبحث عني بشكل عاجل. أعتقد أنه من الأفضل أن أتصل مرة أخرى. لكن لكن كارمن عزت كاميليا توقفي عن القلق. ما هي الأمور العاجلة التي يمكن أن يواجهها فارس؟ حتى لو كان بحاجة إليك، لا يمكنك التعامل معه إلا بعد عودتنا. اسرعي ولملمي أغراضك حتى نتمكن من الذهاب. لقد كان السيد الشاب مكرم ينتظرنا في الطابق السفلي لمدة 30 دقيقة. كاميليا، هذه هي ينابيع جبل الغامدة الساخنة التي نتحدث عنها. يسمونها المياه الخالدة، ولم يتم فتحها للجمهور إلا مرة واحدة كل 3 سنوات. وقد سمعت عنها من قبل، ولكن اعتقدت أنها مجرد إشاعات. لم أكن أعتقد أن مهرجان الربيع الحار في جبل الغامدي موجودا بالفعل. سمعت أن الماء مفيد لإزالة السموم وإبراز الجمال والصحة. ربما يكون السيد حامد هو الشخص الوحيد في مدينة نصر الذي يمكنه الذهاب. هذه المرة علينا أن نشكر السيد مكرم على ذلك. منذ أن تلقت كارمن دعوة من منصور الليلة الماضية لم تنم من شدة الحماس. الآن كانت تستعجل كاميليا بقلق. بعد كل شيء كانت التذكرة صالحة فقط حتى الساعة 12 صباحا. إذا فاتتها فلن تكون هناك فرصة ثانية. قالت كاميليا ببرود: بالنظر إلى مدى حماستك، ألم تقول إنه من الصعب رد الجميل؟ الآن بعد أن أصبحت مدينة للسيد الشاب مكرم بالكثير، أود أن أرى كيف سترديه. في يوم من الأيام سوف تقعين في المشاكل. ابتسمت كرم بشكل متعجرف بدلا من ذلك: على الرغم من أنني لا أريد الزواج من منصور، إلا إنه يمكننا أن نكون أصدقاء، أليس كذلك؟ الخدمات مشتركة بين الأصدقاء. يمكنني أن أرسل له هدية كبيرة لاحقا. سألت كارمن مرة أخرى: حسنا، توقفي عن الثرثرة. هل ستذهبين أم لا؟ كان علي أن أتوسل إلى منصور للحصول على هذه التذكرة، لذا لا تضيعها. ولكن من الواضح أن كاميليا كانت مترددة. شعرت بالسوء لتركها فارس في المنزل أثناء ذهابها إلى الينابيع الساخنة والاستمتاع بوقتها. ولكن عندما فكرت في تلك الأشياء الفظيعة الذي قالها فارس الليلة الماضية، خرجت كاميليا على الفور من معضلتها. نعم، أنا ذاهبة. سأقوم أيضا بنشر الصور في جميع أنحاء وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة غضب هذا الأحمق. قالت كارمن بشراسة: هذه هي صديقتي.
ضايقيه، يجب أن تظهري له الحياة الطيبة التي يمكنك الحصول عليها بدونه. لقد اعتقد بطبيعة الحال أن فارس لن يكون قادرا على حضور مهرجان الربيع الحار بجبل الغامدي. كان للأغنياء والأقوياء السيطرة على توزيع التذاكر، نظرا لأن فارس كان من سكان الريف الفقير. لم يكن بإمكانه فعل أي شيء سوى النظر بحسد إلى منشورات كاميليا على وسائل التواصل الاجتماعي. ثم ركبت كاميليا وكارمن السيارة وتوجها إلى جبل الغامدي. يقع جبل الغامدي في مدينة الأندلس، تقع على حدود مدينة نصر ومدينة الرابي، وكانت على بعد حوالي ساعة ونصف بالسيارة من مدينة نصر. وصل منصور إلى مدينة نصر مسبقا لتحضيره لوليمة البحر والسماء، وكذلك لحضور مهرجان الربيع الحار. مثل سامي صياد كان يريد دائما حضور مهرجان الربيع الحار بجبل الغامدي منذ فترة طويلة، لكن عائلة مكرم لم تكن قوية بما يكفي للحصول على التذاكر. بسبب وليمة البحر والسماء لم يكن لدى الشخصيات الكبيرة الحقيقية الوقت لحضور المهرجان، ومن ثم سقطت جميع التذاكر الإضافية في أيدي أبناء الرجال الأثرياء مثل سامي صياد ومنصور. سارت سيارة فاخرة بثبات وتوقفت في موقف السيارات القريب تحت إشراف الموظفين. بعد أن نزل فارس والآخرون من السيارة، نظروا إلى الأعلى لرؤية جبل شامخ رائع. كان الجبل مهيبا، وبدا كما لو أنه عملاقا يقف عاليا في الخلفية. من مسافة بعيدة تصاعد البخار حوله وجعله يبدو خلابا بشكل خاص. صاحت نايا: رائع! هل هذا جبل الغامدي؟ يبدو بالتأكيد مثل الجنة. كانت المرة الأولى لها هنا أيضا. لقد فتنت تماما بالمنظر وهي تنظر إليه بهيام. ابتسم سامي صياد وهو يقول: بالطبع، فلماذا يعرف باسم جبل الخالدين؟ لقد سمعت عن الأسطورة. سألت نايا بفضول: أي أسطورة؟ تقول الأسطورة أنه منذ مئات السنين كان هناك زوجان مثاليين كان هناك زوجان مثاليان. كان الرجل يدعى الغامدي بينما تدعى الفتاة ماري. كانت ماري مذهلة بشكل خاص، ولديها عظم التنين في جسدها. يحتوي عظم التنين على طاقة لا حدود له، لذلك كان عدد لا يحصى من الناس يسعون وراءه. عشية زفافها وقعت ماري في أيدي بعض الأشرار، لقد قطعوها للحصول على عظمة التنين، فماتت ميتة رهيبة. عندما اكتشف الغامدي ذلك كان غاضبا جدا لدرجة أنه أطلق العنان لإراقة الدماء في العالم. بعد الانتقام منهم دفن الغامدي زوجته هنا في قبر ماري. تم تسمية مقاطعة ماري في الواقع على اسم قبر ماري. فتنت نايا جدا بالقصة لدرجة أن عينيها تحولت إلى اللون الأحمر قليلا عندما استمعت إلى سامي صياد وهو يرويها. سألت نايا: ماذا عن ذلك الرجل؟ إلى أين ذهب؟ لم يقل سامي كلمة واحدة ونظر فقط إلى جبل الغامدي من مسافة بعيدة. قال غامدي بالزراعة على ال... قام الغامدي بالزراعة على الجبل على أمل إحياء زوجته، وفي النهاية نجح في أن يصبح خالدا. لقد كسرت لقد كسرت الغ... لقد كسر الغامدي أغلال العالم البشري وأصبح خالدا على جبل الغامدي. هب نسيم خفيف خلال شعر نايا. توقفوا عن الدردشة وانظروا جميعا إلى جبل المهيب من بعيد. لم تعرف نايا السبب، لكنها وجدت أن جبل الغامدي أكثر غموضا وتأثيرا بعد أن علمت القصة. فارس، هل تعتقد أن هناك خالدين في هذا العالم؟ يتبع الفصل 632. صدمة كاميليا. أجاب فارس بهدوء دون تردد: نعم، هناك. لكن فاجأ نايا على الفور. لمعت عيناها الجميلتين لسبب غير مفهوم وهي تحدق في فارس في حالة ذهول. لقد تأثرت نايا بالقصة وكانت تسأل بشكل عشوائي. اعتقد أن فارس سيعطي إجابة غامضة، ولكن فارس رد بشكل غير متوقع وبحزم شديد. شعرت كما لو أن فارس كان واثقا تماما من وجود الخالدين. سألت نايا مرة أخرى: فارس، هل أنت جاد؟ هل هناك حقا خالدون في العالم؟ بقى فارس بلا تعبير، ثم بعد لحظات أجاب مبتسما: بالطبع هناك. أنا أعلم لأنني كنت واحد منهم. ترددت كلمات فارس النبيلة في الآفاق. ضحكت نايا على الفور دون توقف عندما سمعته. بدت ضحكتها الرخيمة المشرقة جميلة. قال فارس وهو يضحك: لماذا؟ ألا تصدقينني؟ أومأت نايا وقالت: أنا أصدقك. أنا أصدق كل ما يقوله فارس.
أتمنى فقط أن تأخذني معك عندما تصعد لتأخذ مكانك في الجنة يوما ما. ابتسم فارس وبعد فترة طويلة كل ما قاله كان حسنا. سألت نايا وهي تضحك. وعد، أجاب فارس بسهولة. وعد. ارتعشت زوايا عيون سامي دون توقف وهو يستمع إلى محادثتهم. كان فارس بالتأكيد السيد شداد. كان لا يمكن تجاوزه عندما يتعلق الأمر بالفتيات. لقد أعجب سامي حقا بفارس. كان لدى فارس القوة، لكن سامي صياد كان أكثر إعجابا بكيفية تعامله مع الفتيات. اعتقد سامي صياد ذات مرة أن فارس ظل بعيدا عن الأنظار حتى يتمكن من مواعدة الفتيات، حتى إنه اشتبه في أن هذه هي الطريقة التي تمكن بها فارس من الحصول على كاميليا. هل كان يواعد نايا الآن؟ ألم يكون قريبين مثل الأخوة؟ هل يستطيع فارس السماح لسامي بالحصول على نايا؟ شعر سامي صياد بالضيق حيال ذلك، لكنه لن يجرؤ على الشكوى. لم يكن سامي صياد بمفرده، حتى إن نايا اعتقدت أن فارس كان يتودد لها عندما قال ذلك. بعد كل شيء، كان من المعروفين الخالدين موجودين فقط في القصص الخيالية. كيف يمكن أن يكونوا موجودين حقا؟ مر الوقت بسرعة وهم يتحدثون في طريقهم إلى هناك، وبعد وصولهم إلى منطقة جبل الغامدي ذات المناظر الخلابة أظهروا للموظفين تذاكرهم، ثم تم نقلهم إلى منطقة الاستقبال. لم يكن هناك الكثير من السياح في المنطقة ذات المناظر الخلابة. ربما كان عدد الموظفين أكبر من عدد الزوار. على الرغم من ذلك، كان سفح الجبل الغامدي يعج بالنشاط. كان هذا طبيعيا. تم السماح ل100 زائر فقط بالدخول إلى الينابيع الساخنة كل يوم. لذلك كان جميع الزوار من عائلة النخبة، ولم يكن بوسع عامة الناس الآخرين أن يعجبوا به إلا من سفح الجبل. وكانت السلع الثمينة بالفعل تحت السيطرة المشددة من الأغنياء والأقوياء، ومن المستحيل لعامة الناس الوصول إليه. جاء صوت الموظفين من الجانب. سيدي، يقع مكتب الاستقبال في بهو الفندق أمامك مباشرة. فقد ادخل وانتظر. بمجرد حضور الجميع سيخصص لك شخصا ما ينبوع ساخنا. كان هناك أكثر من ينبوع ساخن، وكان لابد من تخصيصهم وفقا لذلك. الأخ فارس، دعنا نذهب. إذا ذهبنا مبكرا فقد نحصل على ينبوع ساخن أفضل. لم يستطع سامي صياد الانتظار بمجرد أن سمع عن التخصيص، لذلك سارع بفارس ونايا وركض مباشرة إلى الفندق الفاخر. كانت ردهة الفندق مفعمة بالحيوية بشكل خاص. كان العديد من أبناء الأثرياء يتحدثون مع صديقاتهم وهم على أزرعهم. يتجول النادل ويرسلون النبيذ الأحمر. وفي وسط القاعة قام العديد من الشباب بالرقصات الغريبة. ترددت الموسيقى العذبة في آذانهم. تم وضع جميع أنواع الأطباق النادرة على الطاولة الطويلة. وقد كان حدثا باهظا للمجتمع الراقي. قال سامي صياد: يبدو أن شخصا ما لم يصل إلى هنا بعد، لذلك لا يمكننا سوى الانتظار. لا يمكن أن يتم تخصيص الينابيع الساخنة إلا بعد وصول جميع الضيوف إلى هنا. وجد سامي صياد وفارس بعض المقاعد وجلس الانتظار معا بهدوء. وذهبت نايا إلى الحمام. دخل 3 أشخاص من الباب. صرخت إحدى الفتيات الجميلات بسعادة بعد أن دخلت عبر الباب. رائع، هناك الكثير من الناس هنا. لكنها كانت منشغلة بالمنظر لدرجة أنها فشلت في مراقبة خطواتها. اندلع صراخ فجأة. داست كارمن على قدم شخص ما وتعثرت في هذه العملية. تعثرت بضع خطوات وسقطت تقريبا، لكن كارمن عرفت أنها كانت مخطئة، لذلك اعتذرت على عجل. قالت كارمن وهي تخفض رأسها وتعتذر: أنا آسفة، أنا آسفة، لم أكن منتبهة، أنا آسفة حقا. لقد علمت أن جميع الأشخاص هنا ينحدرون من عائلات غنية وقوية من مدن مهمة. نظرا لأن أي واحد منهم ربما كان مساويا لمنصور، لم تجرؤ كارمن على استفزازهم واعتذرت بأدب. قال صوت هادئ: لا بأس، أنا بخير. لكن كارمن ارتجفت في اللحظة التي سمعت فيها هذا الصوت. ارتجفت المرأة الجميلة خلف كارمن أيضا. رفع كلاهما رأسيهما لينظر إلى بعضهما البعض في نفس الوقت تقريبا. صدمت كارمن لدرجة أن عينيها كادتا تخرجان من محاجرها عندما رأت المظهر الجانب الجميل للرجل. قالت كارمن بتعبير سيء على وجهها: يا إلهي، أنت فارس؟ إنه أنت. لماذا أنت هنا؟ لا، كيف دخلت؟ هل تسللت؟ أحضرت كارمن كاميليا معها حتى تبقى بعيدا عن فارس وتستمتع ليوم واحد.
لكنها لم تتوقع أن يظهر فارس في كل مكان يذهبون إليه، بل ينتهي بهم الأمر بالظهور هنا. ومن الواضح أن كاميليا كانت مندهشة أيضا. بينما كانت على وشك التحدث، بدأت تغضب في اللحظة التي رأت فيها سامي صياد. هذا الوقت من المؤكد أن فارس دخل بسبب سامي صياد. لم يستمع فارس إلى الكلمات التي قالتها كاميليا بالأمس. كيف كان فارس سيرد خدمات سامي صياد في المستقبل؟ غضبت كاميليا للغاية لدرجة أن الأبخرة كانت على وشك أن تنفس من أذنيها. تجاهل فارس كارمن، نظرا لأن فارس كان يكره بالفعل صديقة كاميليا، فمن الطبيعي ألا يهتم بها. بدلا من ذلك نظر نحو كاميليا التي كانت أمامه بنظرة عميقة في عينيه. نظر إليه فارس وهو يسخر. لقد اتصلت بك لكنك رفضت الرد. قال سامي إنك ربما تعلمين، ولكن من مظهرك كنا مخطئين. الشيء الوحيد الذي أنت مشغولة به هو قضاء وقت ممتع مع السيد مكرم. ردت كاميليا بغضب لأنها ظلت مستاءة من فارس. هل هذا من شأنك؟ لا شك أن منصور لاحظ وجود فارس أيضا. سخر على الفور فارس. ألا تعتقد أنك ذو بشرة سميكة بعض الشيء؟ الليلة الماضية كارمن انفصلت عنك، لكن ها أنت ذا تواعد صديقتها المفضلة. كنت أعتقد فقط أن الريفيين فقراء، ولكن من مظهرك الآن لديهم أخلاق منفلتة أيضا. يطبع الفصل 633. أعتذر. من الواضح أن منصور لم يكن على علم بعلاقة فارس وكاميليا. انطلاقا من محادثتهما كان يعتقد فقط أن فارس يغازل كاميليا بلا خجل بعد فشله في الفوز بقلب كارمن. لكن كان على منصور أن يعترف بأن كاميليا كانت ذات جمال نادر، لذلك وضع منصور خططا لمواعدتها. إذا تمكن منصور من الفوز بهما معا فسيكون لديه حبيبة وأخرى احتياطية. يا ابن اللعيبة، ألم يحظى منصور بوقت رائع من حياته إذا تمكن من مواعدة هاتين السيدتين الرائعتين؟ لم يستطع منصور إلا أن يشعر بالانزعاج عندما قام فارس بمضايقة كاميليا، لذلك ابتسم لفارس ببرود. فارس، قبل أن تحاول معاودة كل من كارمن وكاميليا، اقترح عليك أن تلقي نظرة فاحصة على المرأة في المرآة ولا تبالغ في تقدير نفسك. إنه لأمر مأساوي كيف خرجت لقضاء وقت ممتع دون حتى إحضار حبيبة لك. فكر في الأمر. هل هناك أي امرأة تريد التسكع مع فقير مثلك؟ حتى لو كانت موجودة فمن المحتمل إنها غير مرغوب فيها وقبيحة مثل الجحيم. صخر منصوب بازدراء واضح في عينيه. بعد كل شيء لم يكن لدى فارس حتى موعد، بينما كان هو بصحبة جميلتين مذهلتين، لذلك كان من الطبيعي أن يشعر بالفخر في قلبه وظهر شعور شديد بالتفوق. ولكن بعد وقت قصير من حديث منصور جاء صوت مبتهج من الخلف. عادت نايا من الحمام وكانت تسحب فارس إلى الخارج. فارس، تعال هنا، المشهد هناك رائع. لكن منصور أصيب بالذهول عندما رأى من هي المرأة. كان وجهه متوترا وشعر كما لو إنه أحد صفعه على وجهه. الآنسة سلامة. تجهم منصور. فارس بالطبع كان يعرف نايا. قبل أن يصل السيد شداد إلى السلطة كان والد نايا وائل ملك مقاطعة المقطم، لكن كانت الابنة الوحيدة وائل سلامة، وقد فتن بها العديد من الشباب الأثرياء وحلموا بالفوز بيديها. وينطبق الشيء نفسه على منصور. للأسف تجاهلته نايا على الرغم من أنه زارها عدة مرات. استسلم منصور ووضع نصب عينيه شيئا أقل وتودد إلى كارمن بدلا من ذلك. لكن منصور لم يحلم برؤية نايا قريبا جدا من فارس وحتى إنها تمسك بيديه. صاح منصور بشراسة، عيناه حمراء. كيف يمكنك أن تفعلي ذلك؟ آنسة سلامة، بالنظر إلى مكانتك كيف يمكنك أن تسمحي لهذا القرو المتواضع أن يلطفك؟ فارس، اترك يد الآنسة سلامة أيها الحسالة. تصرفت نايا عادة كفتاة صغيرة أمام فارس، لكنها انفجرت على الفور مثل قطة غاضبة في اللحظة التي تعرض فيها فارس للإهانة، وبدأت في توبيخ منصور ببرود. كيف تجرؤ على التحدث إلى فارس بهذه الطريقة؟ اعتذر. انزعج منصور للغاية لدرجة أنه كاد أن يسعل دما. بعد كل شيء كان يتودد إلى نايا لعدة أشهر. ألم تتعرف عليه نايا على الإطلاق؟ قال سامي صياد ويسخر ويوجج النيران. الآنسة سلامة، هذا منصور الابن الأكبر لعائلة مكرم، لذا فهو مؤثر للغاية، حتى إنه أهانك وقال إن الأشخاص القبيحين فقط هم الذين سيتسكعون مع الأخ فارس،
أصبح وجه منصور غاضبا وأراد أن يركل سامي صياد بشدة. وبخه منصور بوجه مظلم: هل أنت سامي صياد؟ ربما تخافك عائلة السواس، لكن عائلة مكرم لا تخافك. عائلة الصياد هي مجرد كلب السيد حامد، في حين إن عائلة مكرم متساوية مع عائلة سليمان. كيف تجرؤ على استفزازي؟ كان سامي صياد لا يعرف الخوف. كشر برتقالة وقال بهدوء: أنت على حق، السيد مكرم عائلتك قوية، وأنا سامي صياد لا أستطيع تحمل الإساءة إليك، لكن هذا لا يعني أنه لا أحد يستطيع ذلك. أقترح عليك الاعتذار الآن لأنك أغضبت الأخ فارس، وإلا فحتى والدك لم يستطيع إنقاذك. سأل منصور بغضب عندما أعطاه سامي صياد مثل هذا الموقف السيء: هل تريد أن تموت؟ كانت نايا قد مشت بالفعل. نظرت إلى منصور بعدائية وقالت: عائلة مكرم أليس كذلك؟ أنا أتذكرك. في ذلك الوقت قام والدك صبري مكرم باستفزاز عائلة سلامة ذات مرة، في النهاية جعله جدك يرقى عند بابنا للاعتذار، لذلك سمح لك أبي بالخروج. اعتقدت أن عائلة مكرم ستتعلم الدرس، لكنك لا تزال متغطرسا. سأقولها مرة أخرى: اعتذر لفارس. على الرغم من أنها كانت امرأة، إلا أن كلمتها بدت مهيبة للغاية، لدرجة أنه حتى ظهر منصور تسبب عرقا باردا دون علمه. في النهاية استسلم منصور لقوة نايا، أحكم قبضتيه بإحكام ونظر باستياء إلى فارس. صخر منصور عندما اعتذر على مضض وغادر بسرعة. اعتبر نفسك محظوظا أيها الشقي، بسبب الآنسة سلامة سأعتذر لك، لكن فارس، إلى متى يمكن الآنسة سلامة أن تحميك؟ استدارت كارمن ونظرت إليه قبل أن تسحب كاميليا بعيدا. تنهدت كارمن: كاميليا، هل يعرف فارس ابنة وائل؟ إنه فقير، لكنه بالتأكيد يعرف الكثير من الأشخاص في المناصب العليا. بعد مغادرة منصور أصبح المكان هادئا مرة أخرى. ضحك سامي صياد: الآنسة سلامة متسلطة للغاية، أنت بالتأكيد ابنة والدك، والتفاحة لا تسقط بعيدا عن الشجرة. كانت نايا أصغر من سامي صياد، ولكن نظرا لتأثير عائلة سلامة كان من الطبيعي أن يخاطبها سامي صياد بملكة الجمال. وبالمثل، على الرغم من أن سامي صياد كان أكبر سنا من فارس، فقد أطلق عليه لقب الأخ فارس أيضا. بعد كل شيء كان أكثر قدرة منه. كان سامي صياد جيدا بما يكفي ليكون مساعدهم. قالت نايا بغضب: لقد كانوا هم الذين أهانوا فارس. قالت نايا بقلق فارس على الرغم من أن اعتذار منصور، إلا أنه لم يفعل ذلك بكل إخلاص. أنا قلق من أنه يستهدفك من الآن فصاعدا. ضحك سامي بهدوء وهو يقول: ما الذي يجب أن تخافي منه؟ إذا أصبحت الأمور فوضوية وكشف الأخ فارس عن هويته، بغض النظر عن من يكون، فيجب على الجميع أن يرتعدوا خوفا. مع وجود فارس، حتى لو كان ولي العهد لعائلة نوار تيم نوار، لم يكن لدى سامي ما يخشاه. ضحكت نايا أيضا وقالت: هذا صحيح، فارس غامض جدا. لقد نسيت تقريبا مدى قدرته. مشى منصور عبر القاعة بنظرة كئيبة على وجهه، وتوجه إلى غرفة خاصة في الفندق. بينما كانت نايا والآخرون يتجاذبون أطراف الحديث، استخدمت نايا قوتها لقمع منصور وإحراجه علنا، لذلك كان منزعجا بشكل طبيعي. ذكرت كارمن: هذه المنطقة خارج حدود عامة الناس، لذلك لا أعتقد أننا يجب أن نذهب إلى أبعد من ذلك. لوح منصور بيده وقال بعمق: كارمن، لا بأس، تعالي معي. سأحضر الجميع لرؤية شخصية كبيرة. إنه مؤثر للغاية لدرجة أن نايا لا يمكن أن تقارن به. يطبع الفصل 634. صديق منصور. ماذا؟ شخص لا يمكن مقارنته بنايا. تفاجأت كل من كارمن وكاميليا عندما سمع منصور. كان يعلمان أن والد نايا هو وائل سلامة. على الرغم من أن السيد حامد كان في قمة سلطته، إلا أن وائل كان معروفا على نطاق واسع بأنه في المرتبة الثانية بعد السيد شداد في مقاطعة المقطم. لكن منصور قال إنهما كان على وشك مقابلة شخص أكثر نفوذا من نايا. ألم يكن يشير ضمنا إلى أن عائلة سلامة لا يمكن مقارنتها بهذا الشخص؟ سألت كارمن بحماس: هل هو السيد شداد؟ في قلبها كانت متحمسة للغاية لدرجة أن وجهها أصبح أحمر اللون تقريبا. لقد كانت تشبه
فتاة معجبة التقت ليلتو بمعبودها. قالت كاميليا وهي تدحرج عينيها إلى كارمن: اهدئي، إنك تجعلي الأمور يبدو وكأنك تقابلين زوجك المستقبلي. عجزت كاميليا عن الكلام تماما. لم تكن تتوقع أن تكون صديقتها المفضلة من أشد المعجبين بالسيد شداد. بعد التجول لفترة، وصل الثلاثة خارج غرفة خاصة. أوقفهم 2 من الحراس الأمن عند الباب. قال منصور على الفور: أنا منصور، لقد دعاني السيد نحاس للتناول العشاء. ثم نظر حراس الأمن إلى منصور قبل أن يقولوا بعمق: لحظة واحدة من فضلك، اسمحوا لي أن أتحقق من السيد نحاس. جاء صوت ضعيف ولكنه صارم من داخل الغرفة الخاصة: لا بأس، دع منصور يتفضل. توقف الحراس عن احتجازهم وسمحوا لهم بالدخول. تم تزيين الغرفة ببذخ. جلس رجل في عمر منصور متكئا على الأريكة مرتديا رداء الحمام. استخدم إحدى يديه للعب بهاتف والأخرى للعب مع امرأة مثيرة في أحضانه. سرعان ما أبعدت كارمن وكاميليا أعينيهما عن هذا المشهد غير لائق. ضحك منصور بمرارة وهو يوبخه: يزيد، أنت لم تتغير ولو قليلا بعد كل هذه السنوات. توقف عن ذلك، لدي بعض السيدات معي. أنا آسف، لم أكن أعلم أنك ستحضر السيدات، اعتذاري. من الواضح أن الرجل لم يتوقع أن يأتي منصور مع السيدات، لذلك ضحك على الفور معتذرا. عاد إلى غرفة النوم وغير ملابسه قبل أن يعود مرة أخرى. لكن الفتاة المثيرة التي كانت بين ذراعي يزيد نحاس تم طردها. سأل منصور بهدوء ويشاهد الفتاة المثيرة تغادر من الخلف: هل كانت تلك صديقتك؟ سخر يزيد قائلا: إنها مجرد سكرتيرة. لذا بالتأكيد ليست كذلك. إذا أرادت الزواج من عائلة نحاس فسوف يتطلب الأمر أكثر من مجرد المظهر الجيد والجسد المثير. دعونا لا نتحدث عنها. منصور، ألن تقدم لي أصدقائك؟ أومأ منصور برأسه، ثم قدم كاميليا وكارمن بابتسامة. كارمن وكاميليا: هذا زميلي منذ أيام دراستي العليا في الجامعة العاصمة عمرت، يزيد نحاس، ينحدر من عائلة ذات نفوذ في العاصمة عمرت، وهو يدير مهرجان الربيع الحار بجبل الغامدي، لذلك تمكنت من الحصول على تذاكر بسببه. كما إنه هو من يقرر التخصيص لنبيع الساخنة لاحقا. عائلة مؤثرة من العاصمة. أرسلت كلمات منصور صدمة طفيفة إلى كارمن وكاميليا. ظهرت نظرة طفيفة من الخوف والارتباك في عيون كاميليا، وقد أدرك أخيرا ما يعنيه منصور عندما قال إن خلفية هذا الرجل تفوق حتى عن لا خلفية نايا. حقيقة إنه كان من عائلة مؤثرة من العاصمة، تعني إنه تفوق على ملك مقاطعة المقطم، وائل، وحتى السيد شداد. ربما عليه أن يكون حذرا منه. وبما أن مدينة العاصمة عمرت كانت عاصمة أردنار العظمى، فلا يمكن لمقاطعة المقطم الصغيرة أن تنافسها. على الرغم من أن كارمن لا زالت تتعافى من الصدمة بشأن مدى علاقات منصور الجيدة، إلا أنها ظلت تشكر يزيد قائلا: شكرا سيد نحاس، لم نكن لنحظى أنا وكاميليا بفرصة القدوم إلى الجبل الغامد للاستمتاع بالينابيع الساخنة لولا وجودك. قال يزيد بحماس: أوه لا، أنت رسمية للغاية معي. بما أنكم أصدقاء منصور فأنا أعتبركم أصدقائي أيضا. في المستقبل لا تترددي في إخباري إذا كنت بحاجة إلى مساعدة. أيضا فقط ناديني بيزيد. ليست هناك حاجة لمنادتي بالسيد نحاس، إنها تضع مسافة كبيرة بيننا. على الرغم من أنه جاء من عائلة مؤثرة، إلا أنه لم يكن لديه أي رسميات. بعد كل شيء، فقط الأحمق هو من سيتباهى أمام سيدتين مذهلتين مثلهما. بعد قضاء بعض الوقت في التواصل مع بعضهم البعض، تحقق يزيد من الوقت وقرر أن الوقت قد حان لبدء المهرجان. قال يزيد مبتسما: الآنسة السواس، لا تقلقي، بما أنني أعرف منصور منذ سنوات فلن أعطيك ينبوعا ساخنا سيئا. جعل هذا منصور يبدو ممتنا حقا. لم تتمكن كاميليا وكارمن من قول أي شيء آخر باستثناء شكره مرة أخرى. أخبرهم منصور أن يذهبا إلى القاعة وينتظرا بينما بقى في الخلف، وتحدث مع يزيد وحده. قال يزيد ويربط على صدره: ماذا؟ هل تجرأ أحدهم على أن يطمع بامرأتك؟ منصور، يمكنك الاعتماد علي. سأتأكد من تعرضه للعار والانتقام من هذه الإهانة. كان يزيد ومنصور قريبين جدا عندما كان في الجامعة. على الرغم من عدم رؤيتهما
رؤيتهما لبعضهما البعض لفترة طويلة، إلا أنهما ما زالا يقدران صداقاتهما بنفس القدر. شكرا يزيد، مجرد درس صغير سيفي بالغرض. هذا الشقي يتمتع بحماية نايا سلامة، لذلك أنا خائف. قاطع يزيد بسخرية قبل أن يتمكن منصور من إنهاء كلامه. عائلة سلامة، ما يسمى بملك مقاطعة المقطم وائل سلامة، إنه مجرد زعيم لبعض الحمقى، إنه لا شيء مقارنة بعائلة نحاس. قال يزيد بصوت عالي منصور، فقط ابقى بعيدا عن الأمر. لا يهمني ما هي خلفيته، يجب أن أجعله يدفع ثمنا باهظا لاستفزاز صديقي. باستثناء هذا الشخص لا يوجد أي شخص آخر أخشاه في مقاطعة المقطم. ثم غادر الاثنان الغرفة واتجها نحو القاعة. بعد دخول يزيد إلى القاعة صعد إلى المسرح، وتردد صدى صوته المشرق الوقور في جميع أنحاء القاعة. الجميع، وقت الفراغ قد انتهى. أعتقد أن الجميع هنا الآن، أما من لم يحضر فلا فائدة من الانتظار في هذه الساعة. في غضون لحظات سيتم إصدار أوامر بتطويق جبل الغامدي. لن يسمح للناس إلا بالمغادرة، ولكن لن يتمكنوا من الدخول. كان انتباه الجميع منصبا على يزيد. من الواضح أن الجميع كانوا فضوليين بشأن هويته. أو لقد نسيت أن أقدم نفسي. أنا يزيد النحاس، أنا المسؤول عن ينابيع الجبل الغامدة الساخنة. خلال دقائق قليلة سأخصص الينابيع الساخنة. ماذا؟ هل هذا يزيد؟ هل هو المسؤول عن جبل الغامدي؟ إنه شاب مدهش. ظل الجميع يعبرون عن دهشتهم. ففي نهاية المطاف كان الينابيع الساخنة في جبل الغامدي بمثابة تجارة تقدر بمليارات الدولارات. بلغت قيمة كل تذكرة حوالي 10 ملايين دولار، وكان من الصعب الحصول عليها. حقق كل مهرجان ما يقرب من مليارات الدولارات. لذلك تفاجأ الجميع برؤية مثل هذا الشاب يدير هذا العمل. قالت نايا بتساؤل بنبرة ناعمة وهي عابسة: يزيد، هل لقبه نحاس؟ هذا غريب لأنه لا توجد أي عائلة نحاس مشهورة في مقاطعة المقطم. هز سامي صياد رأسه وقال: إنه ليس من مقاطعة المقطم، بل من العاصمة عمرت. ماذا؟ يطبع الفصل 635. تعالى في يوم آخر. ماذا؟ سألت نايا. إنه من العاصمة عمرت. ماذا يفعل شخص مثله في مقاطعة المقطم؟ فوجئت قليلا بسماع ذلك. أوضح سامي صياد بصوت عميق: إنه أمر طبيعي تماما. تعتبر ينابيع جبل الغامدة الساخنة موردا ثمينا، فهي تجمع المليارات في كل مهرجان للينابيع الساخنة. وبما أن هناك مثل هذا الربح المرتفع، فإن العديد من القوى تتطلع إليه. وبعد سنوات من القتال سقط جبل الينابيع الغامدي الساخنة في أيدي النخبة في العاصمة عمرت. أومأت نايا برأسها بشكل مدروس وهي تستمع إلى سامي صياد. تنهدت نايا بأسى. الجميع يعمل من أجل الربح. الأمر كله يتعلق بالربح. أجابها سامي صياد: هذا أمر بديهي. ظل فارس صامتا يحتسي شايه، بينما كان الآخرون يتذمرون من الجشع. تابع يزيد حديثه: حسنا، دعونا ننتقل إلى منطقة الجذب الرئيسية. اسمحوا لي أن أقدم لكم الينابيع الساخنة. يوجد إجمالي 36 ينبوعا ساخنا على الجبل. 20 منها تقع في منتصف الطريق إلى الأعلى، و10 أخرى في النصف العلوي، و6 في القمة. يتسع كل ينبوع ل3 أشخاص. سأقوم الآن بالتخصيص عشوائيا. ربما يزيد في قراءة أسماء الينابيع الساخنة ومستخدميها. سأستخدم منصور وكارمن وكاميليا الينبوع الساخن المركزي في القمة. نظرا لأن الجميع سيرتدون أزياء سباحة، لم يتم فصل الينابيع الساخنة حسب الرجال والنساء. قفزت كارمن بحماس عندما سمعت اسمها ينادى أولا. قالت لكاميليا: هل سمعت ذلك؟ لقد حصلنا على ينبوع ساخن في القمة. بحث يقول إن قمة جبل الغامدي غنية بالطاقة وتتمتع بإطلالة أفضل. الينبوع الساخن المركزي هو أيضا الأكبر والأكثر صفاء. نحن محظوظتان جدا. شعرت كارمن بسعادة غامرة، وابتسمت كاميليا أيضا، لكنها لم تعتقد أن هذا كان مجرد حظ. ربما أعطاهم يزيد الينبوع الساخن بسبب منصور. قال سامي صياد ويصر على أسنانه في حسد: يا إلهي، منصور محظوظ جدا. لا أصدق أنه حصل على أكبر وأفضل ينبوع ساخن. هزت نايا رأسها. لمحت الابتسامة اللطيفة على وجه منصور من بعيد، وقالت بهدوء: الحظ، ربما ليس الأمر بهذه البساطة. استمر تخصيص الينابيع الساخنة. كلما تم استدعاء اسم
ازداد وجه سامي صياد كتامة. على الرغم من أن يزيد ادعى أن جميع الينابيع الساخنة 36 متشابهة، إلا أنه من الواضح أنه كلما كان الينبوع أعلى كانت المناظر الطبيعية وجودة المياه أفضل. لذا فإن الينابيع الساخنة ذات نوعية المياه الأسوأ هي تلك الموجودة في منتصف الطريق إلى أعلى الجبل. تم بالفعل تخصيص جميع الينابيع الساخنة الموجودة في القمة وفي منتصف الطريق إلى أعلى الجبل، لكن لم يتم نداء أسماءهم بعد. لذلك لم يستطع سامي إلا أن يشعر بالقلق. أخيرا وصلوا إلى أسوأ 20 ينبوعا حارا بعد تعيين الينابيع الساخنة 16. لعن سامي صياد بكآبة. اللعنة، لماذا نحن سيء الحظ إلى هذا الحد؟ لقد حصلنا على ينبوع ساخن في منتصف الطريق أعلى الجبل. كان يعتقد أنه حتى لو لم يكن يزيد على دراية بفارس فلا بد إنه يعرف من هي نايا. كانت ابنة وائل ملك مقاطعة المقطم. لماذا لم يمنعها يزيد ينبوعا ساخنا أفضل؟ تبددت آمال سامي ولم يحصل على الينبوع الساخن الذي أراده. عندما كان سامي صياد منزعجا ألقى منصور وكارمن نظرة شماتة على وجهيهما. قالت كارمن وهي تهز رأسها: هل يعتقد فارس أنه يستطيع أن يفعل ما يشاء الآن بعد أن حصل على دعم عائلة صياد وسلامة؟ سينتهي به الأمر بأسوأ ينبوع حار في الحياة. علينا أن نعتمد على قدرتنا الخاصة للحصول على ما نريد. لا يمكن الاعتماد حتى على الآخرين. كان فارس بارزا في الآونة الأخيرة واستمر في إثارة غضب كامليا. لم تستطع كارمن إلا أن تشعر بالسعادة الآن لأن فارس لم يحصل على ينبوع ساخن جيد. قالت كارمن بشكل مشرق: علينا أن نسحق روحه بين الحين والآخر، وإلا فإنه قد يصبح متغطرسا. حتى إنها حاولت إثارة غضب فارس عمدا من خلال النظر إليه من مسافة بعيدة، لكن منصور ابتسم معزى: كارمن، لا تقلقي، فقط انتظري العرض. ابتسم منصور ببرود بينما ومضت نظرة ماكرة عبر عينيه. أعلن يزيد: سيستخدم معاذ وفيق وصالح ضاحي ودانيال شهبندر الينبوع الساخن رقم 28. لقد وصلوا إلى الينابيع الساخنة 35، لكن يزيد لم يقرأ أسماءهم بعد. في النهاية ضحك سامي صياد بمرارة. الأخ فارس، الآنسة سلامة، يبدو أن آخر ينبوع ساخن لنا. يا له من حظ غبي لدينا اليوم. لقد تم تخصيص أسوأ ينبوع ساخن لنا. من الواضح أن ترتيب الينابيع الساخنة ليزيد خضع لجودتها، لذا كان آخر ينبوع حار هو الأسوأ. قالت نايا وهي تضحك: لا بأس، لا يهمني أي ينبوع ساخن هو، طالما أن فارس معي فكل ينبوع حار مثالي. لم تكن منزعجة مثل سامي صياد. أي ينبوع ساخن سيفي بالغرض في عينيها ولا يهم مكانه. سيتم استخدام الينابيع الساخنة رقم 36 من قبل عز الزناتي وعمير زهير وسلمى الزير. ايه سلمى الزير دي؟ ماشي. ماذا؟ بعد تخصيص آخر ينبوع ساخن فتح سامي صياد عينيه على الفور على نطاق واسع. صدمت نايا بنفس القدر أيضا. التفتت لتسأل سامي: هل كانت تذاكرك مسيفة؟ قال سامي وهو يحدق: كيف يمكن ذلك؟ لقد اشتريت التذكرة بأموال طائلة باستخدام اتصالات أبي. كيف يمكن أن تكون وهمية؟ اللعنة، لماذا لم نحصل على ينبوع ساخن؟ هذا سخيف تماما. الأخ فارس، الآنسة سلامة، فقط انتظراني هنا، سأذهب لمعرفة ما حدث. كان سامي صياد غاضبا بشكل واضح. أنفق سامي صياد 10 الملايين على هذه التذاكر الثلاثة ولم يأتي بأي شيء. كان من الطبيعي أن يشعر بالقلق. فشل يزيد في ملاحظة الضجة من جانب سامي صياد. بعد أن انتهى يزيد من قراءة القائمة لوح بيديه وقال: حسنا جميعا، سيرشدكم موظفون الرائعون الآن إلى ينابيعكم الساخنة. أتمنى أن يحظى الجميع بوقت ممتع. قال سامي صياد في اللحظة التي أنهى فيها يزيد حديثه: انتظر. سأل سامي صياد: ما معنى هذا يا سيد نحاس؟ لقد أنفقت أموالا هائلة على التذاكر، لماذا لا يكون لدينا ينبوع ساخن؟ نظر يزيد إلى سامي صياد مع رفعه حاجبه ويسأل: من أنت؟ أنا سامي صياد. قال يزيد ويبتسم: أوه، أنا آسف جدا، لقد نسيت أن أذكر أنه كان علينا إعطاء إحدى الينابيع الساخنة لموظفين كمزايا للموظفين في اللحظة الأخيرة، لذلك لا يوجد ما يكفي لك. أنا آسف، يجب أن تأتي في يوم آخر. وبكده طبعا يا شباب نكون وصلنا، وبكده أساطير نكون وصلنا لنهاية
الفيديو. تمام، يعني احتمال ممكن انزل تاني، واحتمال يعني هنشوف الدنيا كده، ممكن اشرب كوبايه شاي كده ولا حاجه وانزل 5 فصول كمان ان شاء الله يعني. وعاوز برضه انزل برضه الروايه التانية، فهي مساء الاحوال كده. وبكده طبعا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. وطبعا ما تنسوش بس تشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل ما هو جديد، واضغطوا لايكات. تمام، وسلام.